سلطة البابا غنوج من السلطات اللي بتتقدم كتير أوي في المطاعم جنب المشويات بالذات بتبقى خطيرة وطعمها لذيذ جدا جدا، وبنبقى عايزين نعرف السر بتاعها. النهاردة في الفيديو ده هتعرفوا كل الأسرار سلطة البابا غنوج، هتطلع معاكوا زي المطاعم وأحلى كمان، وازاي تطلع معاكي باللون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده، وكل الأسرار بتاعتها هتشوفوها في الفيديو. هي سلطة سهلة جدا وسريعة، وفي نفس الوقت مقاديرها بسيطة جدا متوفرة في كل بيت، بتعتمد بس على البتنجان. لو حابين بقى تتفرجوا على الوصفة كملوا الفيديو للآخر، ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. اول حاجه بقى كده هي محتاجاها هي بتنجان. انا هنا مستخدمه حوالي كيلو الا ربع كده من البتنجان. استخدمي الكميه اللي انت عايزاها، يفضل في شوي البتنجان تستخدمي البتنجانات الكبيره عشان يبقى فيها لحم كتير. انا استخدمت هنا بتنجانيه كبيره وواحده وسط. اهم حاجه بس تكوني غسلاه كويس جدا جدا جدا، وبعد كده تبداي ان انت تعملي فيه فتحات. بعمل فيه فتحات بالشكل ده علشان يسهل معايا التسويه. واحنا بقى النهارده عاملينه بطريقه بسيطه بقى من غير ما نشغل الفرن ولا اي حاجه. هنا جبت البتنجانية وحطيتها كده على عين البوتاجاز من فوق. سهلة جدا ومن احلى طرق شوي البتنجان. حطيتها كده على عين البوتاجاز من فوق، وشغلت كده العين التانية برضو على كل عين كده حطيت واحدة من البتنجان بالشكل ده. زي ما قلت لكم فتحنا الفتحات دي ضروري جدا علشان يسهل التسويه والشوي على طول. بحطه كده على عين البوتاجاز زي ما قلت لكم، ما بياخدش 10 دقايق حرفيا. 10 دقايق بيكون جاهز معاكي. كل كده دقيقتين 3 كده ببدا ان انا اقلب البتنجانيه على الوش التاني علشان اتاكد ان هي استوت تمام جدا. ازاي اعرف ان هي استوت؟ بدوس بس عليها كده بلاقي ان البتنجانيه طريت معايا واتشوت من جميع الجهات. شايفين هي تقريبا ما خدتش 10 دقايق واستوت معايا وبقت زي الفل. بدوس كده على البتنجانيه زي ما قلت لكم بلاقيها طريت معانا، وشويناه على البوتاجاز من فوق. ولو انت مش حابه ان انت تشوي على البوتاجاز دخليه على صاج في الفرن وسيبيه براحته ان هو يتشوي، بس طبعا الاسهل وبيدينا طعم حلو جدا على عين البوتاجاز من فوق. بعد كده بقى بطفي النار وبسيبها تبرد براحتكم. انا هنا يا دوبك بس سبتها تهدى شويه عادي جدا، وبدات ان انا اقشرها. بدات كده ان انا اقشرها وبيطلع معايا القشر بكل سهوله طالما اتشوت مظبوط واتشوت من كل حته وطريت معايا. فالقشر كده بيطلع معايا بالرغم ان هي كانت سخنه. يعني عادي عايزه تسيبيها تبرد بس على حسب وقتك. انا كنت مستعجله هنا وعايزه اخلصه، فبدات كده ان انا يعني اسيبها تهدى شويه وبعد كده اقشره. قشرت كده الوش كده من فوق، وببدا بقى ان انا اخد كده اللحم من جوه بالمعلقه، وبحيث ان انا ما اوصلش للقشره اللي من تحت اللي انا مقشرتهاش. وممكن تقشريها كلها وبعد كده تشيلي كده البتنجانيه او لحم البتنجانيه على بعضه. ضروري جدا لو فتحت البتنجانيه كده ولقيتي فيها بذر تشيليه، يعني ما تحطوهوش مع باقي البتنجان اللي احنا لسه هنكمل بيه الوصفه. يعني شيليه كده على جنب لان ساعات بيبقى ممرر وهيبوظ لك الوصفه كلها. فلو لقيتي فيه بذر كده في البتنجان شيليه خالص وارميه. قشرت بقى البتنجانتين الاتنين بتنجانه كده كلهم كده، وحطيتهم كده في الطبق. بعد كده بقى نبدأ نحضر البابا غنوج. بيبقى لذيذ جدا، بتنجان ده مشوي خطير وممكن اصلا تاكليه كده. عشان بقى نعمل كده بقى السلطه بجيب الكبه وبحط فيها البتنجان. وعلى فكرة ممكن كمان ما تستخدمش الكبة، انت ممكن بس بالشوكة تهرسيه كده على طول، ولكن انا بحب الكبة كده بحط فيها كل المكونات وبضربهم كده مع بعض وبيدوني يعني على طول كده سريعة وبيدوني قوام حلو. لو انت حباه قطع زيادة فاعمليه بالشوكة. بحط بقى هنا مع نص معلقة صغيرة من الملح، علبة زبادي صغيرة اللي هي حوالي معلقتين ونص كبار من الزبادي اللي هي العلبة الصغيرة. وبحط معلقتين من الطحينة بالشكل ده، ويعني اقل كده من نص معلقه من الكمون والكزبره الناشفه ورشه بس بسيطه خالص من الفلفل الاسود، وربع معلقه صغيره من الثوم المفروم. وبضربهم كويس جدا مع بعض. ونسيت اقول لكم حطيت كمان عصير ليمونه كبيره. ليمونه كبيره حطيتها. وبعد كده بضربهم كده كويس جدا بالكبه. وضروري جدا ما تكتريش الضرب، يعني يا دوبك بس الخليط كده البتنجان يعني يتهرس شويه، ينعم شويه، ولكن ما يبقاش سايل قوي او ما يبقاش ناعم قوي، لان احنا عايزين برضو نحس بطعم البتنجان. بيبقى احلى لو فيه قطعه كده صغيره. فانا كده ضربتين وبدات ان انا اطفي خالص الكبه. وزي ما انتم شايفين كده القوام اللي انتم شايفينه. شايفين بقى يعني تحس ان هو لسه فيه شويه من البتنجان. شايفين يعني التخريزه اللي فيه كأني شويه من البتنجان لسه ما طحنوش. الطعم في الاخر بيبقى طعم لذيذ جدا. خلاص كده شلت الكبه وتمام جدا. ده القوام اللي انا محتاجاه. فجبت هنا شويه من الكزبره المفرومه، وانا ما حطيتهاش وما حطيتهاش في البدايه علشان اللون بتاعي ما يغمقش، وكمان يعني تبقى
الصحيحة كده في البابا غنوج وتبقى شكلها حلو. وحطيت كمان شوية من الفلفل الحار ده اختياري، وقلبتهم كده كويس جدا. زي ما قلت لكم ما تضربهوش مع البتنجان في البداية، يعني انتي تكوني مقطعاه مفروم ناعم جدا وبعد كده تحطيه وتقلبيه، ما تضربهوش مع البابا غنوج علشان ما يبقاش يغير لونه. بس كده خلصنا كده الوصفة، وببدأ بقى ان انا اقدمها. بحطها كده في الطبق بتاعي، طبق التقديم بالشكل ده. شايفين بقى الشكل والقوام والريحة خطيرة جدا. البتنجان المشوي بيبقى طعمه لذيذ جدا جدا. في الاخر بس بحط عليه شوية كده من زيت الزيتون، وهنا الزيت الزيتون كان خلص فحطيت شوية من الزيت العادي، وزينتها من بشوية من الكزبرة المفرومة كده في النص. وبتتقدم بألف هنا وشفا، بتبقى لذيذة. بتتقدم بقى جنب المشاوي، بتبقى خطيرة، يعني هي مشهورة جدا جنب المشاوي. بتبقى من ألذ السلطات بجد اللي ممكن تجربوها. جربوا ان شاء الله سلطة البابا غنون بطريقتي. ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.